أهلا بكم من جديد. أشاد رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم بدور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي وإرساء دعائم السلام. وقال جبريل لدى لقائه أمير إمارة البديات بعموم السودان الأمير عثمان عراقي أبو عشا ووفد الإمارة، قال إن سلام جوبا عالج جذور المشكلة السودانية وهو سلام لكل أهل السودان، وأن تطبيقه وإنزاله لأرض الواقع مسؤولية كل أهل السودان، داعيا الإدارة الأهلية إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتحقق السلام في كل ربوع السودان. من جهته أكد أمير إمارة البديات دعمهم ومساندتهم للجبهة الثورية حتى يتحقق السلام وينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. نحن أتينا إلى هنا برفقة السيد أمير عموم البديات بالسودان الأمير عثمان عراقي من ابن أبو عشا بغرض الالتقاء بالسيد رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم محمد للترحيب به وتهنئته بالسلام وللإعلان في وقوف إمارة البديات قيادة وقاعدة خلف اتفاقية جوبا للسلام. هذه الاتفاقية التي لبت وخاطبت جذور المشكلة السودانية منذ الاستقلال، وهذه الاتفاقية يرى فيها كثير من الناس صورتهم فيها، والإمارة بحضورها إلى هذا المكان تبارك هذه الاتفاقية وتعلن بأنها على استعداد بكل قياداتها، أعيانها، شبابها، طلابها، موظفيها، بأنهم بإذن الله تعالى يدا واحدة مع من وقعوا هذه الاتفاقية الفريدة في صياغتها للوصول بالسلام إلى بر الأمان.